لا. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة التانية في الموسم الثالث من شارك تانك. الحلقة التانية من الموسم الثالث شارك تانك كان فيها 3 شركات. كان ال3 شركات دول بيقدموا منتجات، مفيش شركة فيهم كانت بتقدم خدمات، وده كان عكس اللي بيحصل في الموسم الأول. كان أغلب الشركات اللي بتقدم كانت بتبقى شركات ديجيتال أو شركات بتقدم خدمات. تعالوا نشوف شركة. أول شركة موجودة في الحلقة هي كاربتيفيتي. كاربتيفيتي شركة متخصصة في صناعة السجاد لغرف الأطفال. صاحبة الشركة كان عندها مشكلة شخصية، هي وقابلت مشكلة إن ابنها بيقع كتير، وعملت ريسيرش لقيت إن ده إحصائيات موجودة عالميا. تقريبا الطفل في أول سنة ونص بيقع حوالي 3500 مرة. قررت تشتغل في السجاد المخصص لغرف الأطفال. الشركة كانت شغالة بقالها 6 شهور، متوقع انها تقفل السنة على مبيعات حوالي 1.5 مليون. كان عندي تعليق بسيط على الجزئية دي، ان هي في 6 شهور باعت ب1 مليون جنيه، والبقية السنة اللي حوالي 4 شهور كانت متوقعة انها تقفل 1.5 مليون. فانا حاسس ان في دروب او تباطؤ في المبيعات في النص الثاني، ولكن ممكن يكون التقديري او تقديرها للشهور مش صح. الشركة كانت جاية وطالبة 2 مليون جنيه قصاد 20% من الايكويتي بتاعة الشركة، وده معناه ان تقريبا الفاليو بتاعة الشركة بتساوي 10 مليون جنيه. الرقم ده يعتبر منطقي قصاد حجم مبيعات، ممكن يقل شوية حاجة بسيطة عن الرقم ده. ولكن من الحاجات اللي كان عندي تعليق عليها بصراحة، أنا لما سمعت في الأول إن سجاد مخصص للأطفال، أنا كنت متوقع إن يبقى فيه حاجة ليها علاقة بسهولة التنظيف، ووتر بروف أو حاجة زي كده، لكن أنا ما حسيتش إن ده موجود. هو مجرد سجاد عادي وسمكه عالي، وممكن الديزاينز بتاعته تكون يعني مخصصة للأطفال أكتر أو انتراكتيف أكتر. في الحقيقة أنا شايف إن ده مش نقطة قوة قوي إنها تقدر تنافس مع الشركات الكبيرة اللي موجودة في السوق، بالذات لو الموضوع أغلبه في الديزاين. فأعتقد الشركات دي تقدر بكل سهولة تشتري عدد أكبر بكتير من الديزاينز اللي معاها. هي بتتكلم إنها معاها حاليا حوالي 30 ديزاين بيشتغلوا فيه، فأعتقد الشركات دي ممكن تشتري ديزاينز أكتر من كده بكتير وتنفذها وتنزلها السوق بأسرع ما يمكن. ولكن ردها كان كويس قوي لما اتسألت على النقطة دي، وهي قالت حتة حلوة قوي، ان هي اللي هيميزهم الاجيليتي او المرونة، لان الشركات الكبيرة عادة اتخاذ القرار فيها والتنفيذ بياخد وقت كبير عن الشركات الصغيرة اللي بتكون اقل اعباء، وبالتالي تقدر تتحرك بمرونة وبسرعة احسن من الشركات الكبيرة. من النقط المهمة او الاخطاء اللي حصلت جوه الفقرة بتاعة كاربتيفيتي، ان كان في مشكلة او تضارب في الارقام شوية لما اتكلمت على نسب التكلفة عندها. فقالت ان انا في وقت انا بعمل 55% تكلفة الرو ماتيريال او تكلفة السجادة نفسها، وعايزة بعمل 15% تكلفة الماركتينج، وعايزة اطلع بالربح بتاعي لغاية 35%، اللي هو اصلا انت 15 و55 و35 بقت 105% كده من غير اي اوبكسز او اي مصاريف تانية. ففي خطأ في الارقام دوت، وهي للاسف اتزنقت في الحتة دي في وسط الفقرة، وكانت سقطة كبيرة في البيتشنج بتاعهم. قبل ما اقول العروض اللي اتعرضت على الشركة دي، عايز اقول حاجة: مش دايما المستثمرين اللي قاعدين كل كلامهم بيكون صح، لان هو بيسمع ارقام كتيرة جدا في وقت قليل وتفاصيل كتيرة، وهو كمان محتاج ياخد قرار سريع ويقدم اوفر سريع من غير ما يعرف ديتيلز. فاللي حصل ان في وسط الحلقة هي اتكلمت انها عندنا مشكلة انها تنزل في ريتيلز كتيرة عشان الستوك، هي ما عندهاش قدرة انتاجية كبيرة عشان تتواجد في معارض كتيرة. تقريبا ايمن عباس ما خدش باله من النقطه دي، وفي اخر الكلام كان بيقول لها ان انا ممكن اساعدك تنزلي في ريتيلز اكتر وتبقي موجوده اكتر. في الحقيقه هي مش دي مشكلتها، هي مشكلتها لها علاقه بالقدره الانتاجيه وازاي تبقى عندها ستوك عشان تبقى موجوده في المعارض دي. فعادي حتى الشورتس او الناس الكبيره بيبقى عندهم سقطات. ايمن عباس كان اول حد يديها عرض في الفقره بتاعتها، اداها 2 مليون جنيه اللي هي كانت محتاجاهم، ولكن قصاد 40% من الشركة، يعني نص الفالويشن اللي هي كانت عايزاه. بعدها دخل محمد فاروق اداها نفس الاوفر بالظبط، ولكن كان عنده ايدج مهم قوي، ان هو اوريدي بيصنع اوض للاطفال، وبالتالي ممكن يعرض السجاد دوت مع الغرف بتاعت الاطفال ويبقى كومبليمنتري مع الفرنيتشر، ودي فرصة حلوة قوي للبيع بالشكل دوت.
بعدها دخلت معاه دينا غبور في نفس الاوفر ده عشان هي شايفه ان ممكن تعمل معاها شغل حلو قوي له علاقه بالماركتنج. بعد كده ايمن عباس حاول يكاونتر الاوفر بتاعهم، فعرض عليها 4 مليون مقابل 51% من الشركه، يعني تقريبا فالويشن ب 8 مليون جنيه، وده قرب من الرقم اللي هي كانت عايزاه واعلى من الاوفر بتاع دينا ومحمد فاروق. ولكن في النهايه دينا ومحمد فاروق عرضوا عليها عرض قوي، بالذات مع الإدج اللي موجود مع محمد فاروق في البيع خلال موبيكا أو من خلال السكشن بتاع الأطفال عنده، فعرضوا عليها 2 مليون جنيه ولكن مقابل 35% من الشركة، وده كان أوفر كويس بفالويشن حوالي 5.5 مليون جنيه، أقل أو نص اللي هي كانت تقريبا محتاجاه، ولكن ده هيديها إدج كويس قوي إنها تقدر تبيع بشكل وتكسباند بسرعة قوي جوه موبيكا. شركة المتحدة دي تاني شركة معانا في الحلقة، دي شركة متخصصة في صناعة تيل الفرامل للتوك توك والموتوسيكلات والفسبة. الشركة جاية وهي بقى لها 8 سنين موجودة في السوق المصري، بتعمل مبيعات سنوية حوالي 14.4 مليون جنيه مصري. الشركة جاية طالبة اسك 10 مليون جنيه مقابل 25% من الشركة، وزي ما انتم بقيتوا عارفين ده معناه ان هي مقيمة الشركة بحوالي 40 مليون جنيه. في الحقيقة الفقرة بتاعت شركة المتحدة ما خدتش وقت طويل من الحلقة، لان هو اول ما خلص البيتشنج واول سؤال اتسأله هو انت طاقتك الانتاجية دلوقتي قد ايه او مستغل منها قد ايه، فقال انا مستغل 100% من طاقتي الانتاجية وشغال وردية واحدة. ودي حاجة يعني ويرد شوية، لان انت تقدر تشتغل في اي مصنع لغاية 3 وراندي ما لم يكن في سبب يعني يمنعك من ده. ولما اتسأل رد ردود ملهاش دعوة بان مثلا في عملية بتاخد فترة في التصنيع، في حاجة بتتساب لمدة طويلة فما اقدرش اشتغل كذا وردية، فرد ردود انا شايف انها ما كانتش واضحة لو هو فعلا عنده سبب تكنيكال يخليه يشتغل وردية واحدة بس. كمان كان عنده سقطة ليها علاقة بالمبيعات، شفناها قبل كده في الحلقة الاولى مع شركة اواني الاهرام. حجم المبيعات بتاعه يعتبر تقلص في ال4 سنين اللي فاتوا، هو زاد كفلوس ولكن كعدد قطع هو قل. كان موجود من ضمن الحاضرين أحمد طارق، هو كان عنده شركة متخصصة في تصنيع جزء اسمه اللفف له علاقة بتيل الفرامل، وكان شايف ان هو كده كبزنس موديل رايح في توجه غلط، وطبعا أثر على رأي بقية الشاركس. كمان في نقطة أخيرة كانت مؤثرة قوي انها تنهي الفقرة بتاعت شركة المتحدة. لو هتعمل حاجة وبزنس لازم تحترمها كويس قوي، ولازم يكون عندك قدر كافي من الاسكس عشان تدخل عالم البزنس. للأسف كان في أسامي براندات تانية موجودة على الباكينج بتاع المنتجات بتاعة شركة المتحدة، وللأسف ما خدوش أي عرض من أي شارك وخرجوا زي ما دخلوا. إيجايك تالت شركة معانا وآخر شركة في الحلقة دي. الشركة دي شغالة في السوق بقالها بس 6 شهور، متخصصة في صناعة العجل اللي بالكهرباء او الالكتريك بايك. هم عاملين تكنولوجي حلوه قوي ليها علاقه بالباتريز والشاسيه بتاع العجله، وعاملين حاجه بريميوم وعجل مختلف جدا. بيصنعوا يعتبروا في ثيرد بارتي، مش بيصنعوا عندهم 30% بس من العجله هو اللي مكون محلي. جايين الحلقه وطالبين 5 مليون جنيه مقابل 10% من الشركه، وده معناها ان هم مقيمين الشركه ب 50 مليون جنيه، في حين ان هم عملوا مبيعات في 6 شهور دي بحوالي 2 مليون جنيه. انا اعتقد ان التقييم ده مبالغ فيه شوية، في حين هم جوه الحلقة قالوا ارقام تانية، ولكن التقييم برضو انا مش شايفه حاجة راجت قوي، ان شركة شغالة بقالها 6 شهور بس، وشركة كمان مش تك، دي شركة صناعية، تقيم بالرقم ده بصراحة. مهم قوي لما تبقى في بيتشنج زي ده او بتتكلم قدام مستثمرين ارقامك تكون واخد بالك منها كويس قوي. قالوا رقم بصراحة لفت نظري لما اتكلم وقال ان تكلفة انك تمشي مثلا مسافة معينة بالعربية هتكلفك بنزين 65 جنيه، ولكن لو مشيت نفس المسافة دي بالموتوسيكل هتكلفك في حدود 30 جنيه، وبعدين راح قارن لو مشيتها بالبايك بتاعتنا هتكلف حوالي 80 قرش. اعتقد ان في غلطة في الرقم المقارنة بين العربيات وبين الموتوسيكلات. انا مش بتكلم الرقم نفسه هو صح ولا غلط، ولكن في المتوسط اي عربية بتستهلك او بتمشي باللتر حوالي 10 كيلو، ولكن الموتوسيكل قصادها بنفس اللتر ده بيمشي من 30 ل 40 كيلو، يعني حوالي 3 ل 4 اضعاف من العربية. فمش طبيعي خالص ان يكون تكلفة البنزين تقريبا النص، تكلفة البنزين هي التلت او الربع، فالرقم ده فيه حاجة مش مظبوطة.
السويدي في نص النقاش قدم مقترح قوي جدا له علاقة بالتمويل مع البنوك أو تمويل الكلاينت وتدخل مع شركات ديليفري وتجو جرين. كان اقتراح حلو قوي، بس الغريب إنه ساعتها ما قدمش أوفر عن الاقتراح ده وقال معلش أنا أوت. من النقط برضو اللي عايز أعلق عليها قبل ما أقول عروض اللي خدتها إيجايك، إن برضو زي ما قلنا مش كل المستثمرين دايما في الوضع ده بيكونوا مركزين في كل التفاصيل، لأنه مطلوب منه ياخد قرار سريع. أحمد طارق اتسرع وفهم عرض اللي كان مقدمه محمد فاروق بشكل غلط، وبدأ يقارن بينه وهو مش مجمع أو مخدش باله من تفاصيل عرض اللي هو عرضه. وطبعا عشان التيم اللي شغال على شارك تانك مش تيم صغير وعارفين هما بيعملوا ايه، فدايما بيخلوا أقوى منافسة حصلت في العروض تبقى موجودة في آخر حد في الحلقة زي ما حصل في الحلقة اللي فاتت. وبالتالي إيجايك كانت أكتر شركة خدت عروض، وكان في تنافس شديد قوي بين الشاركس عشان يخشوا في إيجايك. محمد فاروق عرض 5 مليون جنيه مقابل 25% من الشركة، وده معناها أنه قيم بحوالي 20 مليون جنيه، وده نزل التقييم من 50 مليون ل 20 مليون. ولكن وعده أنه يقدر ينفست أكتر لو هو دخل في الجزئية بتاعة الموتوسيكلات وياخد 50% من الشركة. احمد طارق دخل بعديه وكان فاكر ان هو قال له 5 مليون قصاد 50%، فحاول يكاونتر الاوفر فقال له 5 مليون قصاد 35% من الشركه، وده تقييم اقل يعني كمان 14 مليون جنيه. وبعد ما النقاش دار وفي اسئله كتيره اتسالت، فجاه السويدي قرر يرجع في كلامه ويدي اوفر ب 8 مليون جنيه قصاد 50% من الشركه، يعني فالويشن حوالي 16 مليون جنيه، ولكن قيمه انفستمنت اكبر. واعتقد انه فكر في الفكره اللي هو كان قالها في وسط الحلقه ولقى انها ممكن تتنفذ فعلا ويحقق ارباح من ورا الشركه دي. احمد طارق كان مصر ياخد الديل دوت وبدا يعلي الرقم على السويدي، وفضلت الارقام بينهم تعلى لغايه لما قرروا يتحدوا وادوا اوفر مع بعض متحدين 12.5 مليون جنيه قصاد 50% من الشركه، يعني تقييم حوالي 25 مليون جنيه. ايمن عباس بعد ما كان قال انا اوت في اول حلقه خالص وهو قاعد بيسمع والكلام زاد، فبدا يغير رايه وحاول يديله اوفر احسن من اللي قدمه له كمان محمد فاروق، فقال هيديله ال5 مليون جنيه اللي هو كان طالبهم، ولكن مقابل 20% من الشركه، وده معناه فالويشن بحوالي 25 مليون جنيه. في المواقف اللي زي كده بصراحه الشخص بيبقى محتار جدا، لان عنده كذا اوفر ولازم ياخد قرار دلوقتي حالا، والشاركس بيضغطوا عليه هو مش عارف ايه الصح اللي يتعمل دلوقتي. انا بصراحه لو مكانه ما كنتش هختار الاوفر اللي هو اختاره. هو اختار انه ياخد الاوفر بتاع السويدي مع احمد طارق وياخد 12.5 مليون جنيه مقابل 50% من الشركه. هم اقنعوه ان هو محتاج انفستمنت اكبر من كده. انا الحقيقي مش عارف هو حسب الانفستمنت اللي هو كان عايزه ال5 مليون ده في الاول صح ولا غلط، ولكن كان الاوفر بتاع عباس بيدي نفس الفالويشن اللي بيديه الاوفر ده بفلوس اقل وبايكويتي يخسرها من الشركه اقل. لو هو فعلا كان حاسب حساباته من الاول صح كان تمسك بال5 مليون جنيه، هم دول اللي انا عايزهم وهم دول اللي انا عارف انا هعمل بيهم ايه، وهبيع بس 20% من الشركه، وال20% التانيين لما اجي ابيعهم هبيعهم بفاليو اعلى من كده بكتير، لاني هكون حققت مايلستونز جديده. وده كان ملخص الحلقه الثانيه من السيزون الثالث شارك تانكس. لو مهتم تعرف اكتر عن بيزنس بعينه استنوا الحلقات اللي هتنزل، هيبقى في حلقه لكل بيتش منفصله عن الثانيه. استنونا يوم الخميس من كل اسبوع، والحلقه الاساسيه من شارك تانك.